السلام عليكم. النهارده الفكرة الثالثة من النماذج الاسترشادية. كتير لاحظت تكرار في الأسئلة الاسترشادية اللي جت في 2025 حذف الحذف في الجمل. الحذف دوت بيقدمنا لثلاث حاجات، فأنا مقسمة لكم الثلاث حاجات ديت اللي هي أنت بحث في الحاجات دي وبعوض عنها بإيه. تعالى نشوف مثلا امتى تختار في اجابتك ولاد اختيارات وامتى تختار فيها الاي ان جي، يعني الفيرب في اي ان جي او جي. احنا بنختار وهناخد المثال اللي جالنا في الامتحان. احنا بنختار الفيرب في اي ان جي، اقدر احطه مكان بيكاز، يعني كلمه بيكاز لان ينفع اشيلها واحط مكانها الفيرب اللي عندنا في الجمله الاولانيه، حط مكانه اي ان جي، يعني اجيب الفيرب واحط له اي ان جي. هو عيان، هو ما راحش الشغل. يا ترى هو بعد ما كان عيان ولا لان هو كان عيان؟ فعلى كده اقول لك لان، برجع الجمله لاصلها. يبقى اذا لان دي معناها بيكاز، يبقى هحذفها واعوض عنها باي ان جي، فالاجابه هتبقى بين اهي، بين، لان هو كان عيان بين ال. شوف هنا حطيت لي ال بين، هنا لاي ان جي لان في صفه. طب لو عندي فيرب معين، والله لو كان في ايتن حط اي ان جي، ايت ايتن، سي سين عادي، مكان بيكاز المحذوف. النوع الثاني انا بحط اي ان جي بعد، مش في الحذف، بعد مين؟ بعد افتر، اللي هي كلمه افتر وبيفور ووين ووايل وان. ليه؟ لان هنا انا ما بعملهمش في الحاله دي، الحاله الثانيه ليهم ما بعملهمش كانهم اداه ربط، لا انا بعملهم كانهم حرف جر، فبالتالي هيجي بعدهم الايه؟ الفيرب في اي ان جي. يبقى في الحاله هنا بعد افتر، يعني on studying اثناء الدراسه، while studying، after studying، before studying، عادي شلت الجمله خالص وحطيت بعدها اي ان جي، جبت اي ان جي. الطريقه الثالثه برضو هنا في حذف عندنا مع ضمائر اللي هي الوصل، اللي هي relative clause. احنا مثلا عندك هو او which او ذات او when، مش اي بقى اداه وصل، بحذفها واعوض عنها بالفيرب فاينل. بس بشرط ان الجمله الثانيه اللي انت هتحذفها دي لازم تكون معلومه، يعني دي جمله اكتف مش باسف، يعني انت عندك هنا الفاعل اللي انت عارفه هو اللي عمل الفيرب ده، تمام، اللي انا حطيت اي ان جي. عشان كده انا بحذف في اداه الربط واعوض عنها بالفعل اللي في الجمله بضيف له اي ان جي. مثال، وده جالنا في الامتحان، قال لك this is the teacher، ده المدرس، help me، اللي ساعدني. طب مين اللي ساعد؟ اقول لنفسي وانا بحل، ارجع جمله اصلها، مين اللي ساعد؟ the teacher helped me او help me، هو helps me، هو اللي ساعدني. يبقى دي جمله معلومه، انا عارفه مين اللي ساعد، التيتشر موجود وده الفاعل اهو، وهو اللي عمل الفعل ده، يبقى دي جمله اكتف. يبقى ما الجمله كان اصلها this is the teacher who مثلا helps me، اللي هو ساعدني، او helped me، برضه الجمله كانت ماضي او مضارع. يبقى في الحاله دي انا شلت ضمير الوصل اللي هو وhelping، ورحت عملت ايه؟ عوضت عنها اي ان جي. يبقى انا بحط الاي ان جي في حاله، وده السؤال اللي جه في النماذج الاسترشاديه، في حاله ان انا حازت اداه الوصل. تمام. الطريقه الثانيه ان انا بستخدم بي، ودي هرجع اوضحها هنا في الحته اللي هناك دي، او في الجزء الثاني. في افعال احنا عارفين الافعال اللي بتاخد اي ان جي، اي فعل بياخد بعده فيرب تاني بياخد اي ان جي لما يتحول مبني للمجهول، فاحنا بنحط بين والتصريف الثالث. طيب ولو عندي فيرب بياخد المصدر على طول، زي مثلا الافعال اللي هي مودر فيرب، زي like must، لو قلت مثلا must هنا should have to، لو بتبقى مبنيه للمجهول انا بحط بي والتصريف الثالث. طب لو الفعل من الافعال اللي بياخد to والمصدر زي need، decided to، اي افعال دي لما بتتبنى للمجهول تبقى to be والتصريف الثالث. طب لو فيرب يجي بعده فيرب في اي ان جي، يبقى احط being الفعل بتاعي عادي، واحط being والتصريف الثالث. فلاحظ ان عندك be تصريف ثالث، to be تصريف ثالث، being تصريف
تاني الفرق مصدر يبقى بي والتصريف الثالث، to be والتصريف الثالث، ing being والتصريف الثالث. وهنا هاخد الحته دي وهبدا اشوف الحته دي. عندك love ولايك وفينش، يعني من الافعال اللي بتاخد ing. طب وفي الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ والله هي لو بتاخد ing ده طبيعي، لكن لو بنت المبني مجهول يبقى هتاخد being والتصريف الثالث، وده اللي جه في السؤال الاسترشادي بعض الامتحان. أقول إن the children don't like what to do. الأطفال ما بيحبش حاجة يتقال لهم. فكلمة told، مين اللي told؟ هم الأطفال اللي بيقولوا told؟ لا، يبقى إذا دي مبنية للمجهول، لأن أنا رجعت الجملة أصلا. يبقى إذا في الحالة دي like بي بعدها ing بس مبنية للمجهول، يبقى ing هيبقى being والتصريف التالت. في الحالة دي هختار being told. يبقى الأطفال don't like being told what to do. الأطفال ما بيحبوش حد يقول لهم اعملوا إيه. شوفي الفرق؟ عارفة لو ما كانش فيه هنا children كان حاطط لك الفاعل، يعني مثلا الفازر أو family أو parents هم اللي بيقولوا الكلام ده، كنت حاطط فيرب ing. لا، مبني المجهول يبقى being والفيرب في التصريف التالت. بقفل بالتصريف التالت في كله في مبني المجهول. النوع الثاني اللي برضه في حذف، بس مش هعوض بالاي ان جي، انا هعوض بالبارتيسيبل او التصريف الثالث في في كلمه كنا عارفين ان have then و after معناهم بعد او before بعد. have معناها بعد، ولكن لازم يجي بعدها التصريف الثالث. يبقى انا عارف ان كلمه بعد بيجي بعدها التصريف الثالث. اوكي have. لكن لو مبنيه للمجهول انا مش هقول have، هقول been أو been وتصريف التالت. ناخد مثال زي often the cake smelled delicious، يعني الكيكة مخبوزة في الفرن وبتخبز في الفرن وهي ريحتها فظيعة. فبعد ما اتخبزت، طب ما هي مين اللي اتخبز؟ الكيكة، يبقى دي معلومة. إذا بعد، طب أنت حتى أنا قلت بعده، أنا رجعت الجملة أصلا، يبقى إذا having، فأنا هستبعد picking في الأول إن معناها because، أو ممكن يبقى معناها بعد تنفع برضه، ولكن لا، انا مش عايزه دي، انا عايزه having والتصريف التالت. يبقى اذا في الحاله دي هنا اللي معناها لان انا مش عايزاها، هنا ما تنفعش الجمله، هنا مش صح، لان being والتصريف التالت لازم احط قبلها لا اما has لا اما have لا اما had، او نجيب زي having كده لو مبنيه للمجهول. يبقى اذا الاجابه الصحيحه تبقى have paid. بحط كمان التصريف الثالث لو انا جمله عندي برضه ضمير موصول وحذفته، بس لو الجمله كانت معلومه كنت بحط اي ان جي. لكن لو جمله مبنيه للمجهول زي المثال ده اللي كان خلينا اوضحه كمان، بيقول هنا they love the cake by me. مين اللي عمل الكيكه؟ هو انا، مفهوم، فجاب في الاخر. يبقى اذا الكيكه دي حد عملها، اتعملت وصفتي. اذا الجمله الثانيه مبنيه للمجهول ما عندك باي. إذا الكيكة اللي هي أصلها which أو that made by me. فإذا was made يعني هي which، يبقى الإجابة الصح هي المفروض كانت was made by me، هي دي أصلها. فأنا جبت which ودي مبنية للمجهول، فأقوم جايبة التصريف الثالث. إذا أنا بحط التصريف الثالث في حذف ضمائر الوصل لما يكون مبنية للمجهول، يبقى الإجابة هتبقى made اللي هي طيب تنسوش أنا قلت لكم قبل كده، فكر، رجع الجمله اصلها، فكر دي معلومه عندك الفعل عمل الفيرب ولا لا. لو فعلك من افعالك، انت عارف الافعال طبعا تاخد تو المصدر، يبقى من غير تفكير يبقى احط الفعل بتاعي والتو واجيب بعده بي والتصريف التالت. لو هو في الفعل بياخد على طول بعده مصدر تمام، وليه استثناءات هشرحها في الفكره الرابعه. لكن احنا عندنا فكره ثالثه هاخد بعدها زي ماستر وشود وهاف تو وهاد تو، اي حاجه بتاخد بعدها ماستر بحط ماستر بعدها بي والتصريف التالت. فيرب بياخد اي ان جي زي لايك ولاف وجوي والكلام ده كله، يبقى بحط بعده بي ان، بحط الفيرب وبي وبجيب بعده التصريف التالت عشان ابنيها لك. My shoes are dirty. They need. Okay. So number one, to clean, to be cleaned, clean, B and C. لو جيت بصيت verb need من الافعال اللي بتاخد to المصدر صح؟ يبقى اذا اختار ايه؟ من التفكير، يبقى هنا مبني لمجهول سبب. مين اللي نظف؟ حد قال لك انا؟ لا، دي عايده على الشوز.
اذا لا، اذا في الحاله دي انا هختار تو بي والتصريف التاني. ولكن لازم ادي ملحوظه، نيد من الافعال التريكيز اللي ممكن استخدمها في التصريح الشيء، يعني اجيب الشيء واجيب نيد واجيب الفيرب في ان جي كانه مبني مجهول، ولكن في حاله التصريح يعني مثلا البوتاجاز مثلا محتاج يتصلح، ده فاقول the oven needs repairing، عادي محتاج يتصلح. مين اللي هيصلحه انا ما اعرفش، استخدمت نيد وفي ان جي كمبني للمجهول محتاج ان هو يصلح في حاله تصليحات. اذا ينفع كمان اخد المبنيه المجهول نيد والفيرب في ان جي، اذا الاجابه هتكون عندك بي ان سي. بي ان سي. اللي بعده a solution to the problem must حاجه بلا 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 soon. must من الافعال اللي بيجي بعدها مصدر، ما بسالش شبهها active ولا شبهها passive. الحلول اللي المفروض ان هي المشكله دي لازم ايجادها، مين اللي هيجد الحلول؟ مبنيه للمجهول، ما ذكرش، يبقى اذا مبنيه للمجهول. اذا مش هينفع احط ماست والمصدر، لك هحط ماست بي والتصريف الثالث، فالاجابه هتبقى must be found التصريف الثالث لانها مبنيه للمجهول. وهنا النهارده احنا كده خلصنا الفكره الثالثه، والفكره الثالثه ان شاء الله يجي لكم حاجه منها في الامتحان سهله وبسيطه خالص. حط اي بي جي تصريف ثالث، وفي حاله المبني المجهول معانا الثلاث حالات دول. ثانك يو فور واتشينج، بليز تابعونا لان في افكار ثانيه مهمه وتريكس مهمه ان شاء الله تجينا في الامتحان، وبالتوفيق للجميع. باي باي.